بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا بحبايبنا ومتابعينا في كل مكان، واهلا مسا عليكم ويا رب الجميع بخير. اولا، مجلس اداره الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركه في كاس السوبر بالامارات بعد ما لبسوا البدل وقلعوها تاني. يا حيرة البدل، ما لحقتش تفرح. البدل كانت نفسها تسافر الامارات، بس ما فيش نصيب ان البدل تسافر. وبعد ما حجزنا طيران وتذاكر ومناوشات وكاس السوبر الاهلي والزمالك، فجأة الزمالك اعتذر عن ماتش السوبر. ليه يا حلوين؟ بقول لك خايفين من كهربا. اول مرة اشوف نادي كبير زي الزمالك، وما بقول نادي كبير بس الله اعلم كان كبير ولا صغير، ما اعرفش. انا بسمع اللي هو كبير عشان لاعب محمود كهربا هيشام. ما تعرفش بقى دي افلاس ولا قله حيله، ولا هم عارفين اللي يتغلبوا، ولا مش عارف، الله اعلم. بس لما انتوا ناويين تنسحبوا من كاس السوبر المصري، ما بدرتوش بدري شويه ليه؟ عشان لعيبه بيراميدز كانوا فصلوا البدل مثلا، فصلوا بدل عشان يسافروا بيه، من حقهم برضه يسافروا بيه. لان بيراميدز بعد ما الزمالك انسحب، بيراميدز هو المشارك الاساسي مكان الزمالك، وهيسافر بكره الاربعاء. بس يا خساره، بيراميدز مش هتلحق تفصل بدل، او مش هتلحق تاكل بدل. كل ده علشان محمود كهربا. في نادي بيهرب علشان خاطر لاعب؟ ده احنا بقت عندنا الكرة المصرية بقت لا حول ولا قوة. هتقول لي اصلح هو اللاعب عليه النادي شاكيه والمفروض يوقف او عليه غرامة؟ انت كرئيس نادي او ادارة نادي مالكش فيه. انت راجل اديت خطابك لاتحاد الكورة وعملت شكوتك بكل ادب واحترام، تستنى الرد من اتحاد الكوره. انت عليك ماتش في السوبر حاضر، عليك ماتش في الدوري حاضر، عليك ماتش في كاس العالم حاضر، عليك ماتش مش عارف ايه حاضر، بتنفذه بس. امال اتحاد الكوره دي معمول ليه؟ لما كل رئيس نادي او كل اداره نادي عاوزه تمشي اللي في دماغها. امال اتحاد الكوره ده معمول ليه؟ والمسؤولين دول ما لازمتهم ايه لما انت اداره النادي عاوز تكرر اللي في دماغك؟ ولا انتوا خدتوا على الجمايل؟ ما انتوا اتجاملتوا كتير، بقالكوا 3 سنين بتتجاملوا، خدتوا الدوري مرتين بالمجامله وبالكوسه. قلنا ماشي. هتيجي النهارده تتلكك على لاعب وتقول اصلح محمود كهربا يلعب السوبر؟ انت مالك وماله ما يلعب ولا ما يلعبش؟ انت مالك يا عم؟ انت قدمت شكوتك لاتحاد الكوره او رسلت خطاب لاتحاد الكوره، واجب عليك تستنى الرد بكل ادب واحترام. تستنى الرد انما لما انت عاوز تنفذ اللي في دماغك وتعمل اللي في دماغك، انت بتبعت خطاب لاتحاد الكره ليه؟ ولا بتبعت خطاب للمسؤولين ليه؟ طالما انت اللي في دماغك ان ما مشاشي هتنسحب. طب ما تنسحب يا عم وبلاش وجع الدماغ. اما احنا عاملين اتحادات كره ليه وعاملين مسؤولين ليه؟ عشان تعمل اللي في دماغك. لما انت تعمل اللي في دماغك يبقى احنا نلغي كده الاتحاد والمسؤولين، طالما انت هتنفذ اللي في دماغك. ولا انت خدته على الجمايل؟ ده المفروض اتحاد الكرة ده اقسم بالله المفروض يدوا عقوبة على إدارة نادي الزمالك، عقوبة شديدة، عشان مش كل نادي عاوز يعمل حاجة في دماغه هينفذها، لو بالغلط او بالصح. كان لك حق او مالكش. شوف انا بتكلم ازاي، بقول لك لو كان لك حق او مالكش. لو كان لك حق او مالكش، انت عليك التنفيذ بس. عندك ماتش كذا حاضر، عندك دوري كذا حاضر، عندك ماتش كده حاضر. انما انت تمشي اللي في دماغك، يبقى احنا المفروض نلغي الاتحادات والمسؤولين طالما انت ما انتش محترم قراراتهم. انما علشان تيجي تقول لي عشان محمود كهربا هيلعب مش لاعب،
ده امور يعني العالم كله بيضحك علينا، الله وكيل العالم كله بيضحك علينا. المفروض اداره الاتحاد يدي اقصى عقوبه على اداره الزمالك بالمهزقه دي، والمفروض المهزقه دي تقف ويبقى في قرارات وفي عقوبات من المسؤولين. لما يبقى نادي عنده بطوله والمفروض مسافر الامارات وطيران محجوز وتذاكر وروايات، وانا مش سهله، وتيجي ساعتها تقول هنسحب عشان خاطر اللاعب؟ ده قله قيمه. احنا ما عادش عندنا نظام خالص، كل واحد عاوز يمشي بمزاجه. لا ده انا المفروض يتعمل لي، ده المفروض يتسوى لي. امال الاتحاد ده معمول عشان ايه؟ المسؤولين ده قاعدين عشان يعملوا ايه؟ كل واحد عاوز اللي ماشي اللي في دماغه. عامة انتوا ريحتونا من السوبر اساسا المصري، انتوا رايحين اصلا، انتوا خايفين، رايحين وعارفين اللي هتتغلبوا، عشان كده الشغل شغل تلاكيك وشغل حوارات. مفيش نادي بيهرب من لاعب، اللاعب اللي بيهرب من نادي، لكن ما فيش نادي بيهرب من لاعب لما يلاقيه نازل في ماتش يهرب منه يقول لك لا مش رايح، خايف منه. مهزقه. وبعد غدا بكره ان شاء الله الاربع بيراميدز مسافر لخوض البطوله، بطوله السوبر ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للاهلي باذن الله وياخدوا السوبر. واتمنى كهربا اللي يهدف عشان يحرق بعض الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.